يا مجدولين عن قراءة الخبرين المهمين. وصلنا إلى توقيت ساعة الأرض، حيث هو آخر سبت من كل مارس تشارك المملكة العالم مساء اليوم في ساعة الأرض العالمية، إذ ستختفي الأضواء لمدة 60 دقيقة عن بعض المعالم المهمة، وهي خطوة للتعبير أو خطوة رمزية للتعبير عن اهتمامنا بقضية التغيير المناخي، وأيضا لتوعية المجتمع من الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية، وأيضا لجعل أهداف المبادرة سلوك نحرص عليه وعلى ممارسته في حياتنا اليومية، ولنكون أكثر وعيا وإدراكا واهتماما بتأمين البيئة الصحية للأجيال القادمة. يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عجلان بن عبد الله العجلان، مساعد قائد ساعة الأرض السعودية للشؤون الإعلامية. أهلا بك أستاذ عجلان. اهلا ومرحبا، حياكم الله. حياك الله معنا في برنامج حياتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شكرا لكم الاستضافه. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. يعني استاذ عجلان، نحن ندرك تماما ان التقنيه التي ساهمت في بناء الحضاره وتحقيق ايضا السعاده على هذا الكوكب تساهم ايضا من جهه اخرى بتغيير الحياه الطبيعيه وتنغيص العيشه الهنيه، والمثال هو الاحتباس الحراري. هل لك ان تحدثنا عن الرساله التي تحملها ساعه الارض للمجتمع؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة الحدث ساعة الأرض هو حدث عالمي يشارك فيه العديد من دول العالم، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بساعة الأرض السعودية. طبعا ساعة الأرض السعودية هو حدث عالمي فيه يهتم ويسعى إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وكيف يتعايشون مع البيئة، والاهتمام بالمساعدة في الحد من أضرار التلوث البيئي الذي ينتج عن طريق الاحتراق، وينتج أيضا من استخدام الوقود الثوري والتلوث الجوي وعديد من أنواع التلوث التي تضر بحياة البشرية على هذا الكوكب. صحيح. فساعة الأرض تعتبر كرسالة توعوية رمزية بإطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة فقط، وهذه الأنوار رسالة، مجرد رسالة توعوية تحث المجتمعات على الانتباه إلى حماية البيئة وتذكيرهم وحثهم على دعم هذه البيئة من أجل أن تكون حياتنا حياة أجمل بإذن الله تعالى. بإذن الله. لكن متى يكون التوقيت المسائي؟ طبعا الحدث ساعة الأرض اتفق عليه عالميا أنه يكون في آخر سبت من شهر مارس، سيكون إن شاء الله ساعة الأرض السعودية هذه السنة 2013 يوم السبت اللي هو اليوم تقريبا الساعة 8:30 ينطلق، ولمدة ساعة كاملة، وستشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، ونحث جميع الجهات التي لم تؤكد مشاركتها أن تشارك في مثل هذا الحدث من أجل دعم مشاركة المملكة العربية السعودية والمشاركة العالمية من أجل حماية البيئة. أيضا يجب علينا نحن كمجتمع أن نزرع ثقافة الإحساس بالمسؤولية. نعم صحيح. كجزء من ثقافة مجتمعنا السعودي. نعم. والذي طبعا لن ينجح إلا بتعاوننا جميعا، وبشكل خاص إذا ركزنا على الآباء والأمهات في بيوتهم، يجب عليهم أن يحرصوا على إطفاء الأنوار، توعية أبنائهم، شرح لهم ما هي ساعة الأرض، كيف نحافظ على ثرواتنا، كيف نحافظ على بلادنا. طبعا الأجيال الجديدة أختي الكريمة تجدينها يعني مرفهة، وتجد كل الأجهزة مهيئة لها، لم تتعود على حياة الماضي وحياة التعب والسهر بدون الطاقة وبدون استخدام الطاقة الذي غير حياتنا من حياة قاسية إلى حياة أجمل. وهذا صحيح غير حياتنا كلها. يعني أنا أمس قلت لبنتي بكرة إنه الساعة 8:30 ل9:30 ساعة الأرض حتختفي الأضواء، قالت ليش يا ماما؟ يعني حرام كده. وبالتالي يعني نعم. طبعا المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على المشاركة والاهتمام بالمملكة العربية السعودية والمشاركة العالمية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، ولي عهد الأمير الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز رضي الله عنه الثاني، الأمير مقدم بن عبد العزيز. كما أيضا أختي الكريمة أنا الآن أكلمك من قلب الحدث، لازلنا نعمل إلى الآن على تنسيق مع الجهات، وأنا الآن أكلمك من حرم
اماره منطقه الرياض. نعم. الحقيقه وجدنا دعم جيد ومميز من اماره منطقه الرياض على راسها صاحب السمو الملك امير قاسم بندر بن عبد العزيز والامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز. الحقيقه قبل قليل كنت في لقاء مع الامير تركي بن عبد الله ووجهنا وشجعنا واعطانا دافعا كبيرا وطلب منا ان نعمل المزيد والمزيد وان نضع برامج متطوره وان تكون على مدار العام وليس فقط ساعه واحده، انما ان تستمر الفعاليات من اجل ان نصل برسالتنا وننجح في ايصالها الى كافه فئات المجتمع. يعني نوجه تحيه لجميع القائمين على هذا العمل الرائع، ونوجه لك تحيه برضه استاذ عجلان بن عبد الله العجلان مساعد قائد ساعه الارض السعوديه للشؤون الاعلاميه. شكرا لك ولجهودكم هذه الجباره، اكيد جهود ما هي سهله لكنها تعمل على بناء الوطن. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ولا شك ايضا مهما اختلفت الاجناس والثقافات باطفاء الاضواء نبقى متحدين في الهدف والرؤية بأننا نشترك على كوكب واحد هو كوكب الأرض. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم. من جديد مشاهدينا ومن ساعة الأرض إلى تقرير عن مهرجان ربيع الرياض التاسع. تعد المهرجانات من أهم الروافد السياحية الداخلية للأسر في الإجازات، ومن ذلك مهرجان ربيع الرياض التاسع، والذي يعتبر من أهم المهرجانات الترفيهية والتثقيفية للعائلات مع أبنائهم من خلال الفعاليات المتعددة والمتنوعة. أيضا المزيد عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي نشوفه. مشتى المطار الملك خالد في العديد من الأصناف تعتبر نادرة في المملكة، ما بين الزهور الحولية والزهور المعمرة، نباتات داخلية ونباتات خارجية. طبعا كل سنة يكون في تصميم معين، تصور معين، يكون فيه فكرة جديدة زي ما انتم شايفين فكرة البرج، زهرة الأراولة، أفكار جديدة نحاول كل سنة نجددها في الجناح يعني. طيب كيف لقيت إقبال الزوار على الجناح؟ والله إقبال طبعا الفترة هذه إجازة الطلاب ولاحظنا إقبال شديد يعني من العائلات والأطفال، شيء يسعدنا يعني. إيش أكثر شيء بيعجبك في المهرجان؟ الورود والناس المجتمعة كلها. طيب غالية قولي لي ايش حابة تكون، ايش مش موجود في المهرجان هذا العام حابة انه يكون ان شاء الله في الاعوام القادمة؟ مرة لي هذا اول مرة. هذا اول مرة. طب وايش رايك يعني؟ والله حلو، انا من يوم شفت الورود وكل الناس ذا كل شيء عجبني فيه. الصراحة المهرجان جميل، واضح الإعداد ومتعوب عليه صراحة، ورود جميلة، ألوان زاهية، يعني ما نقول له سبحان الخالق يعني. عبد الرحمن هذا المهرجان في تزامن اكيد مع الاجازه للمدرسه، ايش رايك في الوقت اللي بيقام في المهرجان؟ يعني صراحه وقت رائع، لماذا؟ لان الطالب بعد ان تعب في هذه الدراسه واجتهد ويعني حجر نفسه في هذا يعني في غرفه ويدرس ويتعلم، لا بد ان يكون في وقت ترفيهي للطالب لكي يعني يستعد للقادم في الدراسه. سمر قولي لي ايش رايك في المهرجان؟ والله ما شاء الله صراحة، يعني منسق مرتب ومناظر حلوة مرة للشجر والورود، يعني أعجبني صراحة. طيب سمر ما شاء الله معك يا أولادك، يعني قولي لي هل فعلا المهرجان بيوفي طلبات الأسرة أو العائلة اللي بتجي تزور المهرجان؟
ايوه ما شاء الله، يعني شامل لكل شيء ما شاء الله، يعني مناظر، وفي حاطين العاب بعد للاطفال وجلسات مره حلوه صراحه ما شاء الله. ايش رايك في المهرجان يا ريهام؟ حلو. ايش عجبك في المهرجان؟ الورود، المرحة حلوة. ألعاب الأطفال حلوة والمسرح حلو. قولي لي علاء ايش رايك في المهرجان؟ والله بس أقول بسم الله الرحمن الرحيم، المهرجان مرة حلو وهاي المهرجان في ألعاب وفي مسابقات وأدعو إن الأسر والعائلات والأطفال إن هم يجوا لهذا المكان. مرة في مسابقات مدهشة جميلة مرة، هو أصلا ما في إلا مرة واحدة بس طول السنة، فأدعو كل الناس إن هم يجوا لهاي اللحظة الجميلة. الطفولة حياة الروح، وبراءة الأطفال هي أحد أسرار إنجاح هذا المهرجان، فشكرا للقائمين على هذا المهرجان لإدخال الفرحة والسرور على هذه الفئة الغالية على قلوبنا. إيمان النجار، حياتنا. أهم فرحة هي فرحة الأطفال، فما أجمل ابتسامتهم حين ترتسم